يلا بينا نكمل الجزء التاني من قصتنا. قفلت معاها وانا في ابتسامة صغيرة بانت على وشي، وبصراحة معرفش ايه سرها. المهم ليلى قالت للدادة: ها المكرونة خلصت؟ قالت لي ايوه اهو خلاص هنحط الاكل. قلت لها لا لا استني عشان ما يبردش. ايه ده؟ ولا اقولك هو شكله جه اصلا. جهزت الاكل بحماس وسمعت عربيته وصلت، وانا كنت فرحانة قوي وبقول اخيرا جيت. قال لي اخبار دراعك ايه؟ قلت له كويسة، يلا بسرعة عشان ناكل. قال لي بس. قلت له لا، انت قلت لي انك هتاكل معايا في الغدا. قال لي طيب حاضر هغير هدومي واجي. شديته من ايده وقلت له لا دلوقتي، وقعدنا على السفرة. وساعتها شاف المكرونة بالبشاميل واتفاجئ، استغرب وقال لي عرفتي منين؟ ابتسمت وغمست له وقلت له الدادا قالت لي، وعملناها سوا. دوق بقى وقولي رأيك ايه. قال لي ليه تعبتي نفسك وانت دراعك متجبس؟ قلت له ما تخافش انا تمام، المهم دوق بسرعة وقول لي. قلت له ما تخافش انا تمام، المهم دوق. ها حلوة؟ قال لي لسه هدوق استني. قلت له دوق بسرعة طيب. وساعتها كل منها وبان على ملامح وشه انها عجبته، وانا كنت مبسوطة قوي انها عجبته. قال لي جميلة تسلم ايدك بجد حلوة قوي. قلت له عجبتك قوي ولا نص نص؟ ضحك وقال لي ايوه عجبتني قوي. المهم خلصنا اكل، وبعد شوية أنا رحت على السرير وهو دخل ياخد دش، وأما خرج قعد على الكنبة وكان هينام. فبصيت له وقلت له على فكرة أنا ممكن أنام في أوضتي. قال لي لأ خليكي عادي. قلت له أصل أنت. قال لي إيه؟ قلت له هو أنت متضايق إني في أوضتك ولا مش بتحب تنام جنب حد؟ معرفش أنا قلت له كده ليه، ولكن هو كان نايم جنبي قبل كده، والغريبة إن هو هيروح ينام تاني على الكنبة، مش عارفة ليه. المهم قال لي لأ بس أنا مش عايز أجي على السرير عشان دراعك وعشان كمان تاخدي راحتك. نوعا ما اقتنعت بكلامه، وكالعادة نام هو الأول عشان مرهق، وأنا فضلت أتأمل ملامحه الجميلة ونمت. بس صحيت على الساعة 4 الفجر، صحيت على صوت الباب اللي تحت كان بيتقفل، ولما بصيت جنبي ملقتش آسر. وساعتها نزلت بهدوء وبصيت لقيت واحدة بتسلم عليه وبتحضنه، وبصراحة اتفاجئت. لا وكمان بتقوله وحشتني قوي، عامل ايه يا حبيبي؟ قال لها الحمد لله كويس، تعالي اطلعك اوضتك عشان ترتاحي. نزلت وانا رايحة اقتله واقتلها. قلت له مين دي؟ الاتنين بصوا لبعض، وساعتها آسر قال لها اطلعي انتي اوضتك، وطلعت فعلا وسابتنا احنا الاتنين واقفين، وانا كنت واقفة هتنقط من بروده. قال لي دي بنت خالتي وكانت بره ولسه راجعه من السفر، فجبتها تبات معانا هنا. قلت له يعني ايه؟ قال لي انت متضايقه؟ قلت له لا خالص، هو باين اني متضايقه ولا حاجه؟ عادي يعني، ما هي بنت خالتك وانت حضنتها، وهي كمان بتقولك انك وحشتها، عادي قوي. اصلا انا متضايقه ليه؟ وسبته وطلعت. انما المره دي دخلت اوضتي وقفلت الباب عليا، لقيته بيخبط وبيقول لي هو انت هتنامي لوحدك؟ زعقت وقلت له اه هنام لوحدي. قال لي طب خلاص بتزعقي ليه؟ قلت له انا ما بزعقش خالص. قال لي طيب عامه مش هتعرفي تنامي لوحدك، هسيبلك السرير عشان لو غيرتي رايك. كتمت صوتي في المخده، وطول الليل بفرك معرفتش انام فعلا، وعماله افكر فيها وفيه، يا ترى بيحبوا بعض في السر ولا متجوزين ومحدش عارف. المهم رحت على اوضه آسر ودخلت، بصيت عليه لقيته نايم. اتنهدت بتعب ولفيت عشان امشي، لقيته مسك ايدي. قال لي جيتي ليه؟ سحبت ايدي منه بهدوء وقلت له مفيش. المهم عدى اسبوع وانا فكيت الجبس، وهو كان معايا يومها وصالحني نوعا ما، لاني كنت متضايقه بسبب بنت خالته اللي قعدت عندنا في الفيلا 3 ايام. قال لي ليلى؟ قلت له ايوه يا آسر. قال لي انا رايح حفله للشركه النهارده، تحبي تيجي معايا؟ قلت له لا. قال لي ليه؟ قلت له عادي. قال لي انت ايدك لسه تعبانه ولا ايه؟ قلت له لا. قال لي خلاص يبقى هعدي عليكي الساعه 8 ونمشي مع بعض، يلا سلام. ومشي وما استناش ردي عليه. قلت لها شفتي يا دادا؟ قالت لي استاذ آسر طيب والله. قلت لها ده هيجنني يا دادا. ضحكت وقالت لي طيب ها هتلبسي ايه؟ قلت لها مش هروح اصلا. قالت لي هتسيبيه يروح لوحده؟ قلت لها اه احسن. قالت لي الحفلات دي بتبقى مليانه بنات حلوين. قلت لها ايه؟ طيب انا طالعه اجهز يا دادا. ولبست فستان لاول مره وكان لونه بينك، وعملت شعري بطريقه حلوه قوي، وبصيت لنفسي في المرايه وانا بحاول اكتسب شويه ثقه في نفسي. وساعتها آسر اتصل بيا وقال لي ايه يا ليلى جهزتي؟ قلت له اه. قال لي طيب انا بره في العربيه يلا تعالي. قلت له طيب. أخدت نفس كبير ومسكت شنطتي ونزلت، فتحت باب العربية ودخلت، وهو مركز في التليفون لحد ما بصلي بلا مبالاة، وبعد كده بصلي تاني، والمرة دي كانت بذهول. قال لي ايه القمر ده؟ استغربت جدا. قلت له بجد شكلي حلو؟ قال لي جميلة قوي. قلت له شكرا. المهم مشينا بالعربية، وبعد شوية
كنا وصلنا وأنا فضلت مخدودة من كم الناس اللي كانت موجودين. أنا عمري ما خرجت وسط العدد ده كله. قال لي مالك؟ قلت له في ناس كتير قوي. قال لي طيب تعالي نقعد شوية وبعد كده نبقى نكمل في مكان تاني. قلت له ماشي. نزل وفتح لي الباب وكمان مسك ايدي، واحنا داخلين ناس سلمت عليه وبركت له على صفقة كان لسه واخدها وعشانها اتعملت الحفلة دي. قال لي خليكي هنا شوية وجايلك على طول. قلت له ما تتأخرش. قال لي عيوني، وفعلا سابني ومشي. وانا ابتسمت بسبب طريقته معايا مختلفة جدا عن كل مرة، وانا حسيت اني ابتديت احبه قوي. ولقيت واحدة جاية عليا وكانت لابسة فستان مش هقدر اقول لكم عامل ازاي، اتخيلوا انتوا بقى. وشها كان كله ميك اب، وساعتها بصيت لي من فوق لتحت وقالت لي هو انت ليلى مش كده؟ قلت لها ايوه. مين حضرتك؟ ضحكت ضحكة صفرة كده، قالت لي حضرتك بقى انت مرات آسر؟ والله غريبة. قلت لها افندم. كنت لسه همشي بس وقفت قدامي قالت لي تعرفي ان هو عنده حق يبقى مش طايقك؟ قلت لها احترمي نفسك. ايه ده، انت مجنونة ولا ايه؟ قالت لي المجنونة دي اللي تخلي واحد يتجوزها وهي عارفة ان هو عمل كده عشان وصية، وعارفة ومتأكدة ان هو مش بيحبها، ولو كان عندك كرامة ما كنتش قبلتي بده بعد إذنك. ساعتها الكلام وقف، معرفتش أرد عليها أقول لها إيه. دموعي سبقتني بطريقة مش عادية. خرجت بره خالص وأنا بعيط، ورجعت على الفيلا وهو فضل يتصل بيا كتير قوي وانا ما بردش عليه. طلعت على اوضتي وفضلت اخد هدومي بسرعه جدا وبطريقه عشوائيه، وسحبت الشنطه ورايا ونازله. والداده كانت واقفه، كانت بتحاول توقفني وتهديني، وانا كنت خارجه لحد ما لقيته عند الباب وكان باين عليه القلق. قال لي انت كويسه؟ ما ردتش عليه وكملت طريقي لحد ما مسك ايدي وقال لي انت رايحه فين وبتعيطي ليه؟ قلت له ورقه طلاقي تبقى عندي بكره. قال لي انت اتجننتي؟ قلت له لو سمحت ابعد عني. قال لي انا مش هسيبك، فهميني ايه اللي حصل. قلت له بقول لك سيبني، انا مش طايقاك. قال لي طيب اهدي، حصل ايه لكل ده؟ قلت له ليه تعمل فيا كده؟ ليه تتكلم عني مع حد وتشوه صورتي بالطريقه دي؟ لو بتكرهني قوي كده كنت سبتني احسن. انا عمري ما اذيتك. قرب عليا ومسكني من كتفي عشان اقف. قال لي عشان خاطري استني، انا مش فاهم منك حاجه صدقيني، بس والله انا عمري ما فكرت اجرحك. قلت له لو مش عايز تجرحني بجد ابعد عني وطلقني وسيبني في حالي. قال لي مش هقدر. قلت له وانا مش هقدر اقعد معاك. ما كملتش كلامي وحسيت بصداع رهيب ووقعت اغمى عليا بين ايده. وبعدها بشويه معرفش قد ايه فتحت عينيا لقيته ساند راسه على السرير وقاعد على كرسي وكان ماسك ايدي. ولما حس بحركتي قام وقال لي انت كويسه؟ الدكتور قال ان ضغطك عالي مره واحده. قلت له انا كويسه وعايزه امشي. بصلي واتكلم بضعف ونبره اول مره اسمعها. قال لي ليلى انا والله ما عملت حاجه وحشه ليكي. قلت له آسر لو سمحت. قال لي طب اقل حاجه اشرحي لي حصل ايه. قلت له مش عايزه. قال لي حصل ايه؟ من حقي اعرف. قلت له في واحده جات لي في الحفله وقالت لي انك بتكرهني ومتجوزني بس عشان وصيه جده. كنت فاكره اني هقدر اغير ده لما عاملك كويس وهتتقبلني كمان، بس ما قدرتش للاسف، وعشان كده انا مش هفرض نفسي عليك اكتر من كده. قال لي انت اتجننتي ازاي تصدقيها؟ قلت له امال عرفت منين بحكايه الوصيه دي؟ قال لي مش عارف ولا عارف مين دي اصلا، بس انا عمري ما هعمل حاجه غصب عني. قلت له مش هتفرق. قال لي ليلى انا بحبك. بصيت له وانا في عيوني دموع، شدني لحضنه قال لي انا بحبك قوي، ما تبعديش عني وما تسيبينيش وتمشي انت كمان. مسكت في حضنه وقلت له انا مش عايزه اسيبك بس. قال لي ما تفكريش في اي حاجه غير اني بحبك وبس، وانا مش هقدر اكمل من غيرك. انا في الاول كنت قافل قلبي ومقرر اني ما احبش ابدا لاني مش عايزه اتعلق بحد ويبعد ويسيبني في الاخر، بس انتي غيرتي ده. انا حبيتك انتي دخلتي لقلبي وانا ما قدرتش امنعك. قلت له آسر انت بتحبني؟ قال لي اكيد بحبك. قلت له انا بكرهك. قال لي ايه ده، في ايه؟ قلت له انا عايزه اعرف بقى انت ما جبتليش حاجه حلوه ليه؟ قال لي ما انا بجيب لك كل يوم. قلت له لا، اقصد لما كنا لسه متجوزين وانت ما كنتش طايقني. مسك ايدي وبسها. قال لي انا ما كنتش بكرهك، انا بس كنت خايفه اتعامل معاكي واقول لك سر. قلت له قول. قال لي يومها جبتلك حاجه حلوه فعلا، بس لما جيت ولقيتك واقفه تكلمي الامن وتساليه على سوبر ماركت اتجننت. قلت له ايه ده وانت بتغير قوي كده؟ بص لعيوني وقال لي قوي قوي قوي. قلت له عشان كده اتعصبت لما جيت لك الشركه؟ قال لي عشان وقفتي برضو تكلمي موظف في الشركه. قلت له كنت بساله على مكتبك. قال لي ولو برضو بغير. قلت له وانا بحبك. قال لي برضو بغير. قلت له عيوني مش شايفه غيرك. ابتسم بحب وقال لي ايه كمان؟ قلت له كل الرجاله اللي على الكوكب دي يعى خالص الا واحد. قال لي مين؟ قلت له آسر قلبي. قال لي ما انت برضو وقعتيه على عينه، ده انت قلبتي حياتي كلها. قلت له ليه؟ ضحك وبدأ يفتكر أول يوم اتجوزنا فيه. قال لي كنت نايم
ومش عارف هنكمل سوا ازاي وهتستحملي ولا لا. وفي وسط تفكيري لقيتك جاية تتسحبي زي الأطفال. قلتلك في حاجة، لقيتك بتتكلمي بكل براءة وبتقوليلي إنك خايفة تنامي لوحدك. ضحكت على طريقته وقلتله أيوة بصراحة البيت مرعب وهادي، وأنا كنت دايما مع جده الله يرحمه، وكنت مكسوفة وأنا جاية قوي، بس هعمل إيه؟ خايفة أنام لوحدي. قال لي كمان تلقائيتك وانت بتطلبي حاجة حلوة، واهتمامك بيا، ونظراتك اللي بتخليني عايزة أكلك أكل، وضحكتك المجنونة بدون سبب اللي كانت بتخطف قلبي. فضلت بصله وأنا ساكتة وكأنه أخد كل الكلام مني. ما كنتش عارفة أرد أقوله إيه. قلت له قد كده بتحبني؟ قال لي واكتر بكتير، انت الوحيدة اللي قدرت تكسر الحواجز وتكسر السور بتاعي. كنت خايفة أحبك لحسن علاقتنا تبوظ زي علاقة أمي وأبويا، وأخدت قرار إن حياتي للشغل وبس. لكن واضح إن لولي كان ليها قرار تاني. ضحكت وقلت له طبعا كنت بخطط لك جامد قوي. ضحك وقال لي ازاي؟ قلت له يعني لما عرفت إنك بتحب المكرونة البشاميل عملتها، وقلت أجيلك من نقطة ضعفك. قال لي ليلى. قلت له نعم. قال لي هو انت ما تعرفيش ان نقطة ضعفي هي انت؟ قلت له لا ما تعليش عليا يا استاذ آسر. قال لي ما اقدرش والله. قلت له طيب قول لي بقى، لما جبت لي الشوكولاتة الكتير دي كان ليه؟ قال لي كنت بعطف عليكي. قلت له بطل رخامة بقى. قال لي خلاص ما تبقيش قماصة. بصراحة زعلت من نفسي قوي ان خليتك تعيطي لما زعقت وتعصبت عليكي، وقررت اني اصالحك. معرفش ليه فرق معايا قوي كده، بس ما قدرتش اتخطى اني زعلتك. واول ما شفت فرحتك بيهم حسيت اني احسن بكتير. قلت له ايوه، بس بعد كده عكيتها لما رحت تحضن الانسه. قال لي بنت خالتي اللي قلتلك اننا اخوات، بس هي اكبر مني واكبر مني بكتير اصلا. قلت له ولو برضه. قال لي ما انا اعتذرت على فكره، جرى ايه؟ قلت له بس ابدا مش هنسى. حضني وقال لي انا اسف بقى خلاص. قلت له خلاص اسفك مقبول. قال لي هتفضلي معايا؟ قلت له هفضل طول ما انت عايزني معاك. قال لي على كده هتفضلي لحد ما اموت؟ قلت له ما تقولش كده. قال لي بحبك. قلت له وانا كمان. المهم مرت الايام، وبعد 3 سنين قلت له آسر. قال لي ايوه يا ليلى. ايه يا حبيبتي؟ قلت له طلقني. قال لي لا. قلت له بقول لك هتطلقني. قال لي حاضر. قلت له انت بتقول حاضر يعني انت هتطلقني؟ قال لي لا، ما هرمونات الحمل دي مش عليا انا. وبعدين بنتك فين؟ قلت له بتلعب. قال لي يا بختها. قلت له بتقول ايه؟ قال لي بقول وحشتني حبيبه بابا. قلت له طيب وانا؟ قال لي ما انا قاعد معاك اهو انت والنونو. قال لي هتسميه ايه؟ قلت له نور. قال لي انا حاسس كده انها بنت. قلت له انت بتحب البنات اكتر مني؟ قال لي يا عبيطه دي هتبقى بنتي. قلت له برضه مش مبرر. ضحك على طريقتي وقلت له بص انا حاسه اني هولد. قال لي وانا حاسس ان هيغمى عليا. قلت له يغمى عليك وتسيبني صح؟ قول ما تتكسفش. قال لي ليلى حبيبتي. قلت له نعم. قال لي انا رايح الشغل بدل ما تهور. قلت له انت رايح تخني مش كده؟ قال لي ما تتقي الله شويه بقى. قلت له طلقني. قال لي يعني يرضيكي يقولوا طلقها وهي حامل؟ استني لما تولدي وساعتها عيطت. قال لي خلاص انا عيل، انا ما بحبش غيرك يا ستي. قلت له انا كل يوم بحس ان حبي ليك بيزيد مش بيقل. قال لي ليلى انا كل يوم بحس اني اكتر انسان محظوظ في الدنيا عشان انتي في حياتي، حتى لو كنا بنتخانق في الاول، بس دلوقتي بحب انكشك عشان تتضايقي. قلت له بقى كده؟ قال لي ايوه، وبعد كده اصالحك بحاجه حلوه. قلت له انا بحبك قوي يا آسر. قال لي عيون آسر اللي دخلت قلبه وهو ما قدرش يمنعها. انا بحبك قوي. قلت له وانا كمان. وبس كده، هي دي كانت قصتي. وبكده يا حبايبي قصة النهاردة تكون انتهت خلاص. واستنوني في فيديو جديد، وهستنى تعليقاتكم وكلامكم الحلو.